السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا النهارده كده كبدة شرايح، اللي هي كبدة بالردة. هنعمل النهارده كبدة بالردة. تمام. هتشيلي، كان عندي هنا حتة فيها، عارفين انتوا اللي هو حاجة عاملة زي الكيس البلاستيك كده بتبقى فيها. حاولي ان انت بقدر الامكان ايه تشيليها يعني. هنا هقطعها حتت كده بالطول. مش لاني انا لما بسيبها زي ما هي كده بصراحة بتبقى شاربة زيت جامد وبتبقى مش ألذ حاجة يعني. تمام. انا قطعناها طبعا وغسلنا مكاننا عشان يبقى نضيف. انا عندي هنا نص كيلو من الكبدة الشرايح، قطعتهم زي ما انتوا شفتوا كده وحطيتهم في ليمونتين. ماشي. وتسيبيهم على جنب يتصفوا خالص. تمام. معايا هنا ملح، كركم، فلفل وكمون وبصل، بصل وتوم بودر. ماشي. معايا، وهيبقى في جماعة برضو بهارات اسمها بهارات الكبدة. ماشي. عندي هنا في البتاع ديت اسمها ايه، اللهم ذكرني. معايا هنا المبشرة، بشرت فيها كل اللي كان موجود ده، حتى الفلفل حاولت بقدر الامكان ان انا ابشره. ماشي. ونزلت بيهم ايه بالكبدة. تقلبي بقى تقليبه كويسة. تمام. عشان كله يندمج جوه بعضه، لان هي بتحتاج تقليب بس برضو على مهلك. يعني هو الصورة هنا عاملة قوي هنا دي بهارات الكبدة. ماشي. بس على مهلك علشان الكبدة ما تتهريش منك. يعني انا مسرعة هنا الفيديو بس. هنعمل بقى شوية طحينة بقى عجب. شوية طحينة، يعني الكبدة يعني طحينة بصراحة. انا سايباها كده تتبل على جنب، وبعمل مكرونة برضو بسلقها والصلصة بتاعتها. فانتي بخليكي كده ايه، نصحى كل حاجة على طول يعني الكبدة بتتبل على جنب، وبتظبطي كل حاجة. عندي هنا سمسم وعندي هنا سوداني، بتطحنيهم الاول كويس جدا 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 مع بعض. يعني ما ينفعش يبقى السوداني فيه حتة ولا السمسم فيه اي حاجة. انا عندي هنا عاملة كمية صغيرة مش كتيرة على فكرة. يعني بصي بحوالي ب10 سوداني وب10 سمسم. ماشي. خدوا مني حوالي نص كوباية من الزيت كده، او كوباية الا ربع من الزيت. هنجربها هنا كده مع بعض. هي هتبان لكم ان هي في الاول خفيفه، لكن هي انا هسيبها في التلاجة شويه هتتقل وتبقى ما شاء الله اللهم بارك عليها. طبعا بتحطي مع ليمونه وخل وفلفل وملح وتقلب. في ناس بيحطوا زبادي، بس انا دلوقتي ما كانش متوفر معايا الزبادي فما حطيتش زبادي. بصي هي هتبان لكم ان هي خفيفه خالص، بس انا هحطها في التلاجة وهتطلع ايه قمر. هحط هنا في الردة شويه بهارات الكبده. ودوت بقى ايه السر ده بقى، حاجه تحفه كده بتخليها جميله خالص. دقيق ذره. عارفين دقيق الذره؟ بس. وبتحطي بقى في حته الكبده القطعه ديت، بتروحي جايه حطاها في الرده وتروحي قلياها. اللهم بارك، كانت طعمها تحفه تحفه تحفه. طبعا فيها بصل وفيها توم وفيها كل حاجه. بصوا بقى هنا طلعت جميله ازاي وتقيله فعلا. فجربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.